هتتفاجئ لما تشوف الحيوانات الكائنات اللطيفة تتحول لوحوش شرسة وتدخل في نوبة هياج وتفقد السيطرة ومحدش عارف يوقفها. طب ليه اتحولت كده؟ وهل الإنسان استفزها؟ عشان تعرف كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة عشان تشوف كل الحلقات الجاية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يلا بينا نبدأ. كانوا بيلعبوا لعبة الورق، وللأسف الثور ما بيحبهاش. الدرس المستفاد هنا إنك ما تتدخلش أبدا في معركة الغذاء مع أفراس النهر. كانوا بيعملوا برنامج عشان يتعرفوا على حياة الحيوانات في المزرعة، لكن اللاما ما كانتش سعيدة أبدا بالضيف الغريب ده. تربية النمور في الإمارات العربية المتحدة كحيوانات أليفة ده أمر شائع جدا، لكن خلي بالك اللعب بالنار ممكن يحرقك. لحسن الحظ إنه نجا بأمان. المشهد ده تم التقاطه من 7 سنين، كان وقتها الطائرات بدون طيار غير شائعة. الحمد لله إن المصور ده اتنجا وقتها وفضل على قيد الحياة. Here he comes. Here he comes. الراجل استفز الغوريلا وهي ما سكتتش. الراجل المتطفل ده اتفاجئ بمظهر النعامة الحارسة للمكان. اوعى تعمل زيه إلا لو واثق في سرعتك إنها ممكن توصل لسرعة 45 ميل في الساعة. نقرة الكاميرا استفزت الأخطبوط ده. اهدى الغواص بس كان بيراقبك وعايز صورة. الحشد الكبير الموجود في المكان والضجيج أدى لجنون الجاموس ده لدرجة صب كل غضبه على مدربه. الفيل كان بيتصرف بطريقة جنونية في قرية في الهند، وكان أفضل حل هو إنك تجري بأسرع ما يمكن قدام العملاق الغاضب ده. اوعى تربط كلبين مع بعض أبدا. كابوس لكل اللي بيحب يركب خيل، ده حتى الحصان نفسه وقع. بدل ما يرحبوا بيه الكلاب كلها حصرته. وما كانش قدامه حل تاني إلا إنه ينهي التقرير بأسرع وقت. اقتحم خنزير بري المدينة وبدأ يهاجم حارس المدرسة، لحد ما جه فريق الأمن وحاولوا يسيطروا على الطالب المشاغب ده ويرجعوه تاني لمكانه الصحيح. I wonder if this is the one that's look at his mouth. He's like doing stuff. Whitney, you are not helping the situation. Okay. النمر ده تسبب في حالة من الفوضى في قرية هندية لمدة 7 ساعات، لدرجة انه أثار خوف كل السكان هناك، ولحسن الحظ نجحوا أخيرا في القبض عليه.
ده لقاء غير متوقع للراجل ده مع حيوان البومة. كان بيتمشى في مكان ما ينفعش أبدا يمشي فيه بكل حرية كده. No! Go away! Go away! Please go away! تخيل إن أحيانا في نمور بتتجول في القرى بحثا عن الطعام زي القرية دي. حاول الكرويون يمسكوه لكنهم ما نجحوش. كلمني عن إحساسك لو واجهت أكبر حيوان مفترس في المحيط. أكيد هتكون أكتر اللحظات إثارة في حياتك. لما تروح رحلة سفاري افتكر بعض النصايح. أولها ما تلمسش الحيوانات البرية أبدا. تاني حاجة سجل أي ضرر عشان تبلغ عنه بعد كده شركة التأمين. لما تبقى في حديقة الحيوان اظهر دايما الاحترام لجميع الحيوانات. بلاش تستفزهم عشان هيزعلوك زي كده. ما ينفعش تقعد وتاخد راحتك قوي كده بالقرب من حظيرة الباندا. ممكن يخطف منك جاكيت الجينز بتاعك ويعجبه زي كده. فكرة انك تتحدى حيوان عضلي قوي زي الكونغر دي فكرة سيئة جدا. Welcome back to Grandma's house. He's choking me out. Welcome back. الراجل ده جاب لحيوانه الأليف التعبان الفار كوجبة للغدا. فعلا خير تعمل شر تلقى. Now it's my turn. You feel it? كان فاكرها ودودة لكنه كان مخطئ. It's not. It gets vetted by there's a vet on the thing. Look, see? كانوا بيتجولوا بكل حرية جنب القرود لكن للأسف كان غير مرغوب في وجودهم. Why'd you do that? الأفضل إننا نتشارك الطعام وإلا التمساح عنده خطة بديلة. فرس النهر ده ما بيحبش الإزعاج ولا صوت المحرك العالي. خليك حذر وانت بتلعب بعربيتك قدام أي بحيرة كبيرة. قابلني لو عرفت تاخد لعبتك تاني. الأسد عينه بتلمع على لحمة تانية من نوع تاني خالص. الطائر ده خانوا التقدير بين شعر البنت دي والعش بتاعه. الحمار الوحشي ده كان عايز بس يختبر متانة شباك العربية. ايه ده الإزاز اتكسر؟ أنا آسف. كان منبهر قوي بقرون الغزلان الجميل ده وبيصوره. خد بالك ده مش للتصوير بس يا نجم، حتى أسماك القرش الصغيرة سريعة الانفعال جدا. السماء هي ملك الطيور وأكيد الطائرات بدون طيار مش مرحب بيها خالص. حيوان اللاما متضايق جدا وبيقول ابعد الكاميرا دي عن وشي.
وده نفس إحساسنا بالظبط لما كل يوم الحياة بتضربنا على دماغنا. أكيد في عسل على العربية دي، كل ده تجمع نحل معقولة؟ 牛逼，真牛逼！我操！ القطة دي اتحركت من مكانها لما الراجل ده سحبها بالحبل بالغلط وشد القطة، فهي ما سكتتش وجريت وراه. البطة نبهته: ابعد عن بطتي يا ولد. النمر ده اختار فريسة وهي الجاموسة الصغيرة، لكن لسوء حظه عائلة الجاموس كلها كانت موجودة وبتحرس ولادها. خليك مستعد لأن قرود البابون مخلوقات ما ينفعش أبدا تتنبأ بتصرفاتها. الله، البيتزا دي شكلها حلو قوي. يلا يا ولاد، حان وقت الغداء. الغوريلا عجبها لبس الست دي قوي وشدتها على طول. دول مجموعة جنود راجعين لعائلتهم، المفروض نرحب بيهم، لكن واضح هنا ان الوز ده مش مرحب بيهم خالص. الكلبة دي أذت نفسها وسببت بعض الندوب على جسمها، لكن لحسن الحظ كان في إنسان مخلص ساعدها إنها ترجع لصحتها تاني. لو وصلت معايا لحد هنا فأنت من الأبطال، فاعمل لايك بقى ووريني نفسك واكتبلي في التعليقات. عند بوابة السجن ده ظهر الخروف الغاضب واشتبه في الراجل ده بالذات وفضل ينطحه. للأسف فيديو النهاردة خلص بسرعة، هتوحشوني جدا للفيديو الجاي. ادعمنا بالاشتراك في القناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجاية. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.